خليني اقول لك ايه اسهل طريقه تخسر بيها فلوسك لما تيجي تستثمر في العقارات. هم 5 اسباب. اخر سبب هو اهم سبب، خليك معايا للاخر. رقم 1، انك تستجيب لحمله اعلانيه لمجرد انها بتتعرض عليك في كل مكان وبتطاردك في كل مكان. تفتح اليوتيوب تلاقيها، تفتح الانستجرام تلاقيها، تدخل المترو تلاقيها، لمجرد انها بتتعرض عليك في كل مكان. واخدت قرار شراء باللاوعي بتاعك وليس بالعقلاني، اخدت قرار الشراء ده. رقم 2، انك تختار بناء على السعر فقط. ان يكون السعر هو الفيصل في قرار الشراء هو اوكي، لكن ساعات كتير مش بيكون احسن قرار. سعر كويس قصاده كواليتي كويس، سعر اقل كواليتي اقل، معروفه. رقم 3، انك ما تكونش مرتب نفسك ماديا وعارف انك قادر تسدد في مواعيد الاقساط وغير مستعد ماديا، ومجرد انك سمعت من البروكر او بياع العقارات او بياع المطور الوعود بالارباح، فعينك لمعت وريقك جري وشفت الارباح قدامك وشفت الملايين قدام عينيك بتناديك. لا، فوق، احنا لسه قاعدين هنا. اقعد مع نفسك وافتح الحساب البنكي بتاعك وشوف انت معاك كام، واحسب الالتزامات اللي عليك طول فترة السداد، وتأكد من انك تقدر توفر الاقساط في ميعادها قبل ما تتورط وندور على حد ينجدنا ونكون عاوزين مشتري بأي ثمن بس عشان ننقذ ما يمكن انقاذه. رقم 4، انك تتجاهل عنصر الموقع وتشتري في اخر الدنيا وانت اساسا الخطة بتاعتك قصيرة المدى مش طويلة المدى. لو الخطة بتاعتك طويلة المدى انك شاري حاجة لأطفالك بعد 10 سنين هتستخدمها او بعد 10 سنين هتحب تبيعها، اقول لك اوكي، اللوكيشن هنا البعيد احسن من قريب. مش هنقدر ننتظر لحد ما الموقع البعيد ده يبتدي يكون عليه طلب، لان انت التايم فريم بتاعك قصير، سنه وسنتين، فمش هنقدر ننتظر لحد ما الاسعار ترتفع عشان نجني الارباح. رقم 5، وده اهم سبب تحطه في بالك، انك تروح وتشتري لوحدك بدون ما يكون معاك بروكر شاطر وفاهم وعنده الخبره الكافيه عشان يساعدك انك تنجح وتعمل ارباح وتجني ارباح الاستثمارات بتاعتك. لو محتاجين اي مساعده او اي استشاره اتصل عليا او ابعت على الواتساب او اكتب في الكومنتات واحنا هنرد عليك. شكرا، مع السلامه.